يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى عيلة. وحشتوني جدا 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 من حلقة امبارح، وجايه لكم النهاردة بالحلقة الجديدة. بس يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نترفع 10 درجات في الجنة ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على الحلقة بسرعة. خلص الغدا تحت نظرات الحقد اللي كانت طايرة من التلاتة المعروفين بعد ما شافوا السعادة باينة على وشوش العاشقين. الستات اتلموا كالعادة في البهو قاعدين يتكلموا في أي حاجة، لكن عزة ما قدرتش إنها تكتم الحقد أكتر من كده. قال حسن كان عايزك في إيه يا ندى؟ كان طالع كده شكله هيضربك. كانت فاطمة هتزعق لها، لكنها ابتسمت لما شافت الشيطانة الصغيرة بتلف طرف شعرها على صباعها وردت بكيت: وانتي مالك يا زوز؟ ايش حشرك بين واحد ومراته؟ عزة بغيظ: ده جوزنا كلنا يا حلوة، يعني مالي ونص كمان. ندى ببرود: جوزنا كلنا لما نكون كلنا هنا عند ماما الحاجة، إنما لما يتقفل علينا باب واحد يبقى جوزي لوحدي، ومش من حق أي حد يعرف اللي بيحصل بينا. وبصت لها بمكر وكملت: عيب على فكرة، وحرام كمان إن الست تطلع سر جوزها أو تحكي اللي بيحصل بينهم لحد. اتملكت منها الغيرة والحقد فصرخت فيها: بس النهاردة يومي يا بجحة. يومك بالليل يا قطة، إنما هو جالب النهار، قصدي يعني كان بيقولي كلمتين. ومسرة اللجلجة كانها غلطت في الكلام عشان تفقع مرارتها أكتر. طلعت ضحكات خديجة وسماح على كده الستات: بس انتوا وهي سرعتوا دماغنا. هو انت مش شايفة يا حاجة البت بتغيظها ازاي؟ هي اللي جابته لنفسها، ملهاش تسأل عن حاجة ما تخصهاش. انتفضت عزة وقالت: ماشي يا ماما أنا غلطانة. أنا طالعة شقتها عشان أجهز. وبصت لندى وقالت: لجوزي اللي وحشني. بصت لها ندى ببرود رغم نار الغيرة اللي مولعة جواها، بس ولا كأنها شافتها ولا ادتها أي اهتمام. ووجهت كلامها لفاطمة وقالت: بقولك والنبي يا ماما ابعتي حد من العيال يشتري فانيليا بالبرتقان عشان اللي عندي خلصت، ودورت هنا وما لقيتش. وبصت لعزة وكملت: انت عارفة بقى ان ابو علي بيموت في الكيكة دي، وانا عايزة اعمل له واحدة يعني يحل بيها بعد ما يتعشى. سمح بخبص وهي بتهزر: بس هو هيتعشى عند عزة. ندى بكيت: وايه المشكلة يتعشى باكلها ويحل بيا؟ قصدي يعني بالكيك. وهنا انطلقت ضحكات فاطمة وكمان خديجة وسماح بعد ما قالت الخبيثة دي الكلمتين دول اللي خلوا عزة وإناس يولعوا من الغيظ. أما صفية فكانت متأكدة إن البنت دي مش سهلة. قعد وجيه معاه بعد ما لقاه في مكان المعتاد وحكى له على كل اللي حصل. فبص له حسن بغضب: يعني هيعمل ايه؟ هياخدها من بيتي مثلا؟ ده انا ادفنه حي. اهدى يا ابني، انا معرفش هو ناوي على ايه، وقلت اعرفك عشان تبقى معايا في الصورة. تمام يا عم وجيه، كويس ان انت قلت لي. بالله عليك اي حاجة تسمعها قولي بس عشان ارتب حالي واعرف اتصرف. وقفت كعادتها مستنياه في البلكونة، مستنية تشوفه جاي ناحية البناية عشان قلبها يطمن، وكمان هو اتعود يرفع عينه ليها ويبتسم لما يشوفها مستنياه، رغم ان النهاردة مش هيبات عندها، لكن قلبها العاشق بيخليها تستناه. طلع السلم بسرعة من غير ما يعمل صوت، ولما وصل قدام شقة عزة قلبه قال له يبص لفوق، وفعلا صدق إحساسه لما لقاها بص عليه بوش مشتاق. فما كانش منه غير إنه كمل طريقه ليها، ولما وصل عندها شدها بين إيده ولزقها في الحيطة وبسها بلهفة، وهي لفت دراعها حوالين رقبته واتشعلقت فيه: كنت وحشاني وأنا هموت عليك. سامحني يا حسن، أنا عارفة إن دي أنانية مني، بس مش قادرة، أنت كنت وحشني قوي والغيرة هتموتني، مش عارفة أوصفلك إزاي. ضمها بحنان وقال: حاسس بيك يا حبيبتي، مش محتاجة تتكلمي. وبعدها شوية ومسك وشها بإيده وقال: أنا قلتها لك وهقولها لك تاني، هما في حياتي إنما أنت في قلبي يا قلب الباشا. ما كانش عارف إزاي قضى ليلته مع الحربية دي، واللي شكت فيه أول ما شافته وقالت: هو أنت مالك؟ شكلك مش طبيعي ليه يا حسن؟ ليه؟ شايفاني بكلم نفسي ولا بشد في شعري؟ روح حضري العشاء على ما اخد دش واجيلك. وسابها ومشي على الحمام وهو بيقول جواه: يا رب سامحني، قلوبنا مش بإيدينا،
وأنا كنت راضي بحالي، بس غصب عني حبيت. يا رب قوينا على العدل يا رب. وخرج ولقاها قاعدة مستنياه. كانت لابسة قميص أزرق ومبالغة في مكياج وشها، لكنه اضطر يجاملها وقال: الحلاوة دي يا زوزو، عيونك اللي حلوة يا باشا. بس أنا طول عمري حلوة. ما ردش عليها، وراح قاعد على السفرة اللي كانت مليانة أكل وقال: ايه كل ده يا عزة؟ انت عازمة حد معانا ولا ايه؟ ضحكت بطريقة باينة وعليها المعنى وقالت: بالهنا على قلبك يا باشا، أصلك بتشقى اليومين دول بقى، فقلت أغذيك. بعد ما خلص أكله وغسل إيده، راح قعد على سريرها وبدأ يولع سيجارة. لقاها بتشدها منه وأخدت نفس منها وقالت وهي لازقة فيه: وحشتني يا باشا. بصلها بضيق وخد منها السيجارة وطفاها وقال: مش قلتلك 1000 مرة ما تشربيش الزفتة دي تاني؟ أنا بشربها معاك كده يعني تفاريح يعني، وبعدين ما أنا كتير يعني أخدت منك وإحنا سوا. إيه اللي حصل دلوقتي؟ نفخ بضيق، وقبل ما يفتح بقه قربت منه: وحشتني يا باشا، بالك قد ايه ما جيتش جنبي، لازم تعوضني غيابك ده. مر الصبح بروتينه العادي، والرجاله راحوا شغلهم والستات بيحضروا الاكل لحد ما الوقت يجري بسرعه. وبعد الغدا قالت ندى لفاطمه بادب: ماما، محتاجاني في حاجه؟ لا يا حبيبتي، يخليكي ليا. طب بعد اذنك بقى، انا هطلع شقتي، ورايا كده شويه حاجات عايزه اعملها يعني قبل ما حسن يرجع بالسلامه. قبل ما ترد عليها عزة قالت بغل: هتطلعي من العصر ليه؟ فاكرة هيسيب شغله يعني وهيجيلك ولا ايه؟ ندى ما ادتهاش اي اهتمام، بس بصت لفاطمة وقالت: بعد اذنك يا ماما. وراحت ناحية الباب وطلعت شقتها وهي ناوية تجهز له استقبال يليق بيه. فاطمة بغضب: انت لو ما اتدخلتيش في الكلام ونكشتيها يجرالك حاجة؟ هي نطقت معاك امبارح لما طلعتي تجهزي لجوزك. بلاش شغل الضراير ده احسن لك يا عزة. أول حاجة عملتها بعد ما قفلت بابها إنها اتصلت بيه، وأول ما رد قالت: وحشت ندى يا قلب ندى من جوه يا باشا. انت قلب الباشا يا ندايا، فينك كده؟ لسه طالعة بيتنا حالا، قلت اطمن عليك قبل ما نشغل. وحبيبي بقى هينشغل فيه؟ هو في غيرك شاغل باله قلب حبيبك؟ هعمل عشا كده وهجهز لحبيبي سهرة تليق بيه وبس. ده احنا ليلتنا فل ان شاء الله. بس المهم ما تتأخرش عليا يا حسن، انا هقفل معاك وهتصل بمنى اكلمها شوية عشان زعلانة مني. مزعلها في ايه يا جلابة المصايب؟ والله ما عملت حاجة، بس بتقولي حسن اخدك مني وما بقتش تكلمني زي الاول. خلاص كلميها وراضيها، ولو عوزتي حاجة كلميني. بعد ما رضت اختها وحكت لها اللي حصل من غير تفاصيل كتير وهي فرحانة قالت لها: بقولك يا منى، انا عايزة شيشة. يخرب بيتك، انت هتنحرفي قلب اختك؟ هتشيشي يا بت؟ بطلي هبل. انا عايزاها عشان حسن، بدل ما بيقعد ساعة كده من بعد الشغل عشان يشرب حجرين، هتبقى موجودة في البيت وانا اولى بالوقت ده. طلعتي مش سهلة يا ندوش. على العموم انا عندي واحدة زيادة كنت شارياها وبيبو ما استعملهاش، هبعتها لك مع الواد حسن ابني، بس ما تغيبهوش عندك ماشي؟ جهزت بيتها وحطت الاكل بشكل شيك ومع شمع مولع، وريحة الفل مالية المكان زي ما هو بيحب بالظبط. وبعد ما رجعت كل حاجة دخلت تاخد شاور سريع، وخرجت لبست قميص حرير لونه موف غامق عشان ده لونه المفضل، وحطت شوية زينة مناسبة عليه، وسابت سلاسل الدهب ورا ظهرها. رشت شوية برفان هادي وبصت لنفسها في المراية تقيم شكلها، ولما لقت النتيجة عجباها بست نفسها في الهوا وقالت وهي بتضحك: هعجبه أكيد. مسكت تليفونها واتصلت بيه، ولما رد قالت له: فينك يا حسن؟ تأخرت ليه كده؟ أنا تحت البيت بس زعلان. من إيه يا حبيبي؟ ملقتش القمر منور في البلكونة عشان يستناني زي كل يوم. عشان مش ينفع قمرك يطلع بالشكل ده وحد يشوفه غيرك يا قلب القمر انت. ليه ها؟ اطلع بسرعة وانت تشوف. ثواني وهتلاقينا عندك يا قلب الباشا. فتح الباب، وقف مبهوت من جمالها وهي بتضحك له بأجمل ضحكة، وطلتها مفيش زيها. دخل بسرعة وقفل الباب وراه. الجمال ده كله بتاعي، ملكي أنا. قربت منه وقالت له: ولا عمره كان ولا هيكون لغيرك يا حبيبي. قرب منها وشالها من وسطها وبسها ابنها، ولما بدأ يتحرك بيها جوه
بعدت عنه وقالت بسرعة: استنى بس، ما تبوظش المفاجأة. نزلها برفق وقال: نصبر عشان خاطر قلب الباشا وبس. ولما جه يقلع جزمته قبل ما يكمل لقاها ماسكة ايده وبتقول: تعالى اقعد على الكرسي ده الأول. بصلها باستغراب لكنه سمع كلامها. اتفاجئ لما شافها قاعدة عند رجليه وبتمسك رجله عشان تقلع له الجزمة، لكنه منحها وقال: بتعملي ايه يا حبيبتي؟ انا هقلعها. مالكش دعوة بأي حاجة هعملها، انت أول ما تدخل من الباب ده تسلم لي نفسك وخلاص. عشان كده حطيت الكرسي ده هنا. خلصت اللي كانت بتعمله وحطت الجزمة في مكانها وقالت: أيوة، عشان أول ما تدخل تحس براحة في كل حاجة. أنا بس أشوفك قدامي وحابة مرتاحة الآخر يا ندوش. بعد ما خلص كلامه شالها بدراع واحدة وفضل يمشي بيها لحد ما وصل لأوضة النوم وهو لسه شايلها. وحشتيني أوي. بصت له بحنان وقالت: وانت كمان يا حسن، أنا جهزت لك الحمام، خد دش بسرعة وتعالى قبل ما الأكل ما يبرد. طب تعالي ساعديني. بعد ما أخد دش منعش ولما دخلت عليه كانت لابسة قميص أحمر لحد نص ظهرها. قلب إعجابه وهو فاتح دراعه عشان ترمي نفسها عليه. كده مش هعرف آكل. لا هتاكل، ولو عايز حاجة اطلبها بأدب. مش فاهم الجملة الصراحة، هو في حاجة بأدب؟ قصدي يعني تبطل تقطيع في هدومي يا حسن. أمي بقالها كام سنة بتخنصر من أبويا فلوس عشان تجيب لي بيها حاجات زيادة، وانت كده هتخلصهم في شهر. شفتي؟ عشان فلوس حرام. خبطته في صدره ومشيت من قدامه. هدي نفسك يا شبح بدل ما اقطعها لك، وانا نفسي في كده قوي بصراحة. ابتسمت على هزاره وقالت بعد ما قعدها جنبه: سيبني اقعد على الكرسي عشان تاكل براحتك. لا كده هبقى مرتاح اكتر. وبعدين مش قلتي انك عايزة راحتي؟ اكليني بقى. بصيت له بشك: مش مرتاحالك بس ماشي. عيوني للباشا. يسلم لي عيون قلب الباشا. العشاء عدى بصعوبة عليها. كبري اللقمة شوية يا ندوش وراعي فرق الأحجام يا حبيبتي. كان قاعد في أوضة الليفينج بيتفرج على التلفزيون زي ما طلبت منه، وراحت تجيب له الشيشة ولما شافها قلب دهشة: ايه ده يا حبيبي؟ شيشة يا قلب حبيبك؟ أيوة يعني ليه؟ وجبتيها منين؟ صراحة ولا تحوير؟ قال يعني هتعرفي تحوري. خلاص يا بت، عد الرومانسية. ما علينا. خلت منى جابتها لي وبعتتها مع ابنها النهاردة. وليه؟ قربت منه ومسكت ايده وقالت بنبرة كلها حب: عشان انت بعد الشغل لازم تقعد على القهوة تشيش، وده مش أقل من ساعة، فقلت أجيب الشيشة تشربها هنا وانت قاعد معايا. وبصت له بشقاوة وكملت: غلطانة أنا كده يا باشا؟ أبدا يا قلب الباشا، بس أنا كده هاخد عدالة عداية نداية، يعني استقبال جامد وجو مفيش أحلى منه ودنيا جديدة عليا عمر حتى ما تخيلت إن أعيشها. هي دي الدنيا اللي تليق بيك يا حسن. أنا اتخلقت بس عشان أسعدك، ولو أقدر أقيدلك صوابع ال10 شمح عشان بس تكون مبسوط. يا بنت أنا مش قد كلامك الحلو ده، أنا مش عارف أنت بتجيبيه منين. مش من حتة، هو بيطلع من قلبي لوحده كده، اللي بحس بيه بقوله. يلا بقى كده ظبط دماغك قبل ما الفحم ما يطفي. أحلى شيشة شربتها في حياتي، بطعم العسل يا عسل. حبيبي. اتكلمت وهي بتقوم ناوية تمشي. رايحة فين؟ رايحة أجيب لك الكيك عشان تحلي بيها وأشغلك التلفزيون. طب بذمتك يبقى في إيدي الحلو كله وناكل غيره؟ يبقى عيب في حقي والله. وذهبوا لعالمهم الخاص. وبعد فترة: احكي لي بقى. بص لها بعدم فهم وقال: مش فاهم، عايزة حدوتة يعني؟ خبطته في صدره بغيظ: تحكي لي يومك كان عامل ازاي؟ اقول لك انا عملت ايه في غيابك؟ بصت له بحب وكملت: عايزة نعيش جوا بعض يا حسن، مش مع بعض. عجبه التشبيه قوي. والله العظيم حبيبي انا يومي عادي يا ندايا، يعني ما بين العمال والطلبات وقرف التجار كده، يعني كل ده متعود عليه ومش بيتعبني. بس اللي مطلع عيني هو الرسائل الزفت اللي بتجيلي كل يوم دي. هو لسه بيبعت؟ طب تفتكر يعني مين اللي بيعمل كده؟ حد قريب مننا، يعني ممكن يكون حد من البيت او حد من اللي كانوا عايزينك وانت رفضتيهم، او الاتنين مع بعض، لانه كاتب في الرسائل حكاية الجدول ودي كانت جوه البيت. هيعرفها ازاي الا لو حد بلغه بيها وبكل تحركاتنا؟ صح، جدع عابد. انا خليت واحد معرفة كده يكشف لي على الرقم
عشان أعرف باسم مين، وقال لي اديني يومين هرد عليك. ربنا ينتقم منهم بجد، اللي يظلم حد وخصوصا في شرفه وعرضه ربنا ينتقم منه أشد انتقام. ضمها بقوة وقال معاش ولا كان اللي يظلمك أو يدوسلك على طرف وأنا معاك يا حبيبتي، يخليك ليا يا قلب حبيبك حسن. يا حسن دي اللي جابتني على بوزي. عايزة ايه؟ غنيلي. قلب الباشا يؤمر وانا عليا التنفيذ. عايزة بقى تسمعي ايه؟ لا اختار انت حاجة تناسب كده اللي حاسس بيه جواك. فكر شوية وبصلها بعمق وهو بيضمها ليه، وبعد آخر كلمة غناها قالت له بكلمات كلها عش: بعشقك يا حسن، بعشقك يا نصيب الحلو من الدنيا. يا ترى اللي هيحصل بعد كده ونكمل بكرة.